ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نسمي الله ونصلي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام، وندخل على الوصفة بتاعتنا على طول. معايا كيلو بسارية جبته ونضفته. نضفتيه ازاي؟ موريتاج بتشد الراس بتاعته لتحت كده يا حبيبة قلبي، بتطلع الامعاء بتاعته معاك. بسيطة وسهلة. البسارية جديدة لسه بشاير، فهي صغيرة لسه، الكبيرة ما ظهرتش، بس انا ما شفتها قلت اما اجيب كيلو. طعمها جميل عسل. البسارية بتتعمل ازاي؟ ممكن تتعمل صينية، ممكن تتعمل مشوية، ممكن تتعمل متخللة، وانا بعشقها متخللة، ديت بتبقى سكر يا بنات. غسلت البسارية تحت مية جارية كويس قوي. هنا بقول لكم ان هي ضعيفة او صغيرة. غسلتها كويس قوي، وتغسلي كتير كده ما تزهقيش. طولي بالك كده حبيبة قلبي، لو انت مستجدة كده في المطبخ وتقفي تغسلي وتنضفيها كده وما تزهقيش. بعد ما خلصتها غسيل حطيتها بقى، حطيت عليها شوية دقيق وشوية ملح وعصرتين ليمونتين، وركنتها كده نص ساعة. في الوقت دوت بقى بعد ما نقعتها نص ساعة، رحت مجهزة شوية دقيق. انا ما تبلتهاش ومش يعني ما تبلتهاش عشان هي صغيرة، انما انا بتبلها عادي. حطيت على حبة الدقيق ايه يا حبيبة قلبي؟ حطيت كمون، وحطيت كزبرة، وحطيت اللهم صل على النبي، بابريكا، معلقة كركم، ورشة ملح صغيرة، وقلبيها بقى تقليب كده بالراحة عشان ما تتهريش منك يا حبيبتي. افضلي قلبي وفلفليها بالراحه كده. في الوقت دوت بقى، عايزه تعملي شويه رز اعملي، عايزه تعملي جنبها سلطه وعيش اعملي. انا بالنسبه لي هاكلها بعيش، بتبقى جميله وسكر والله يا بنات. بعيش. فلفلتها كويس قوي، وحط بقى الزيت المناسب ليكي و... وابتدي حبيبتي اقليها. وصلت معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي، اعرفك بنفسي انا موريتاج، وديت قناتي فضلا وليس امرا. تشتركي معايا في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وما تبخليش علاقتك بكومنت حلو كده وات من ذوقك ومن احترامك. ويا حبيبة قلبي حطيت بقى كمية البسارية في الزيت اهيت، وحمرتها. شفت اللون الجميل دوت؟ ما تقلبيش البسارية اول ما تحطها في الزيت عشان ما تتهريش منك، صغيرة او كبيرة. البسارية ما بتتقلبش اول ما بتتحط في الزيت يا حبيبتي، بتسيبها كده لحد ما تنشف وتبقى ماسكه نفسها كده، وتقلبيها وتشيليها. هنا هنحط كمان دور. عايزه اقولك والله العيال بقوا بياكلوها مني وانا بعملها. هنحط كمان مره، ونحمرها. ورشي بقى عليها شويه ملح وشويه كمون، وطبق سلطه، وكلي بألف هنا وشفا. مش قادره اقولك على طعمها وجمالها. هي بص احسن من الجمبري، مش هقولك جمبري يعني، هي احلى كمان من الجمبري والله. دوت يعتبر جمبري الغلابة، مش علشان هو رخيص، لا هو طعمه جميل وكل حاجة. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم.